مساء الفل. الفيديو ده انا عدلت فيه عشان اليوتيوب خلاه فوق ال 18، بس انا بتكلم في فكرة تانية من خلال حكاية الراجل ده. من كام يوم في الزقازيق في شخص قرر يفط من هنا، وكان واقف يقول مش عارف اعمل ايه، وغالبا الراجل ده تعب وجاب اخره. يا ترى ايه اللي حصل وصل الراجل للحالة دي؟ اكيد في ناس ضغطت عليه بزيادة، وده غير احوال البلد وارتفاع الاسعار. طب هي مين البلد ومين الناس اللي ضغطت عليه؟ ما هو احنا البلد واحنا اللي بنضغط على بعض. لما شفت الفيديو وبصيت على التعليقات لقيت الناس بتقول منه لله اللي كان السبب، ومنهم لله اللي ظلموه ووصلوه لكده، وصعبان علينا كلنا. طب هو في ناس جايين من كوكب تاني وصلوه لكده ورجعوا تاني؟ ما هو احنا اللي بنعمل كده في بعضنا. يعني مثلا لما تبقى بنت او ابن عاق وتعب اهلك يبقى بتوصل ابوك لكده. لما تبقي زوجة نكدية وما بترحميش ما انت بتوصلي جوزك لكده. لما تبقى زوج عصبي وبخيل ومش مهتم ببيتك ما انت بتوصل مراتك لكده. لما تبقى صاحب شغل وتاكل حق عمالك وتفتري عليهم ما انت بتوصلهم لكده. لما تبقى تاجر جشع وما عندكش ضمير ولا رحمة ما انت بتوصل الناس لكده. لما تبقى موظف وتضغط الناس وتعطلهم وتتلكك عشان توقف شغلهم بدل ما تساعدهم وتخلص مصالحهم يبقى انت بتوصلهم لكده. لما تبقى اكل ورث اخواتك وظالمهم ما انت بتوصلهم لكده. لما تبقى مسؤول مش شايف غير نفسك ومصلحتك وهدفك ومش شايف اللي بيحصل في الناس تبقى انت بتوصلهم لكده. للاسف احنا بنعمل كده واكتر، وفي الاخر نلبس طوب الفضيلة ونقول منه لله اللي كان السبب. المهم في شاب محترم نزل ورا الراجل وانقذه، وده الوحيد اللي ما وقفش يتفرج ويندب ويقول منه لله اللي كان السبب. يا ريت نرحم بعض شويه عشان ربنا يرحمنا، عشان في ناس كتير جابوا اخرهم بس لسه بيقاوموا وبيحاولوا يعيشوا. يا ريت بقى تشترك في القناه عشان تشوف الحلقات اللي جايه. سلام.